السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل ناس في الدنيا، يا رب تكونوا كلكم بخير ويعودها عليكم الأيام بخير ورمضان مبارك وسعيد عليكم جميعا يا رب، ويبلغنا جميعا رمضان ويبلغنا ليلة القدر يا رب. النهاردة جاية بفيديو أو رحلات عبر الزمن مع فوانيس رمضان. فوانيس رمضان بجد من أهم مظاهر الاحتفال في الشهر الفضيل في مصر وغير مصر. طبعا بنعتقد ان اصلها بيعود للعصر الفاطمي، غير ان الناس طبعا بيعلقوا الفوانيس في الشوارع لإضاءتها بالليل. وتطورت اشكال الفوانيس مع مرور الزمن واصبحت بتتصنع من مواد مختلفة زي الخشب والإزاز والمعدن والبلاستيك، غير ألوانها الجميلة المختلفة. فوانيس رمضان بتدي بجد لمسة من السحر على ليالي رمضان. أما عن أجواء رمضان، يعني بتعم أجواء رمضان من البهجة والروحانيات في تزيين الشوارع بالفوانيس الملونة والخيام الرمضانية وانتشار البائع الجائلين اللي بيبيعوا كتير من الحلويات بكل أنواعها. الفوانيس بجد ليها ذكريات كتير جميلة قوي، كفاية ان بتفكرنا بأيام الطفولة. في الفيديو ده لقطات لشارع مصري مزين بالفوانيس، طبعا بكل أشكالها، الفوانيس الملونة منها بوجي وطمطم وفنانيس والحاجات الحديثة اللي احنا بنشوفها ونسمع عنها دي. طبعا في أشخاص كمان بيبيعوا وبيشتروا الفوانيس، حكايات وروايات عن تاريخ الفوانيس وتطورها. زي ما انتم شايفين كده، مفيش شارع في مصر ما بيبيعش الفوانيس الجميلة بكل أشكالها، سواء من النحاس زي ما انتم شايفين كده، الحاجات الفايبر زي بوجي وطمطم وبكار وفنانيس وأشكال كتير قوي زي ما انتم شايفين كده. بجد الحاجات دي بتدي بهجة جميلة جدا في مصر، في كل شوارع القاهرة وغير القاهرة وجميع، يعني على ما أظن كده مصر أكتر بلد في بهجة في شوارعها من الفوانيس والزينة والحاجات، العادات والتقاليد اللي احنا خدنا عليها من زمان دي. كل سنة وانتم طيبين ويعودها عليكم الأيام بخير ويجعلوا رمضان خير وسعادة على الجميع يا رب، ورمضان كريم عليكم جميعا. طبعا ده مدفع رمضان. بجد الواحد يعني كلام كتير عايز يقوله عن فوانيس رمضان وبهجة رمضان، ولكن المنظر بصراحة، منظر الفوانيس ليها فرحة في كل مكان، في كل شارع، حتى الأطفال، يعني حتى الأطفال كل طفل ماسك الفانوس بتاعه بيغني أغاني رمضان. فبجد حاجة من البهجة والسرور والفرح عندنا في مصر أو في غير مصر. وبكده بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. انتظروني في فيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.